يا أهلا وسهلا. ازيكم؟ أنا مروة ودي قناتي. النهاردة هنعمل بيتزا بالخضار بتاعة المطاعم، من أفخم وأروع البيتزات. يلا نشوف. معانا كيلو من الدقيق، معلقة من الخميرة الفورية، معلقة من البيكنج باودر وعليهم ذرة من الملح، ومعانا معلقتين من السكر الأبيض. هننزل بيهم على الدقيق وهنبتدي يا بنات نقلب المكونات مع بعض. عايزين ندخل الخميرة والسكر والبيكنج باودر مع الدقيق يختلط بيه كله. احنا قلبنا المكونات دلوقتي مع بعض. هنبتدي ننزل ب5 معالق من زيت الزيتون، وهنحضر معانا كوبايتين من اللبن الرايب. هتجيبي كوبايتين من اللبن، هتدفيهم على النار وتحطي عليهم معلقة من الخل، هيتحول للبن رايب زي ما احنا شايفين. انا حطيت كوبايتين من اللبن الرايب وهنبتدي نعجنهم زي ما انتوا شايفين دلوقتي. بنعجن بالراحة لما المكونات تندمج مع بعض. السوائل الدقيق شربها. دلوقتي بنستمر في العجن دقيقتين او 3 عشان نطمن ان العجينة بقت لينة وشربت جميع المكونات. زي ما انتوا شايفين العجينة بقت بالشكل دوت. هنسيبها تخمر ساعة في مكان دافي. لما تكمل التخمير بتاعها هوريكم شكلها وصل لإيه، هنشوفه بعد لما تخمر. دلوقتي هنجهز المكونات بتاعة البيتزا. معانا 2 من الفلفل الأحمر متقطع قطع صغيرة، وهنا أنا مقطعة مشروم قطع صغيرة، ومعانا زيتون أخضر، وتقدري طبعا تضيفي زيتون أسود معاه. 2 من الفلفل الأصفر متقطعين قطع صغيرة نفس تقطيعة الفلفل الأحمر، ومعانا هنا 2 من الفلفل الأخضر متقطع تقطيع صغير. هنروح لخطوة صلصة البيتزا، ودي أهم مرحلة للبيتزا. صلصة البيتزا عبارة عن ربع كيلو من الطماطم، معانا 3 فصوص من الثوم متقشرين، وهننزل بيهم في طاسة أو حلة صغيرة، وهنضيف ليهم ربع كوباية من المية، وهنشغل عليهم النار. بياخدوا في التسوية ربع ساعة، مش أكتر من ربع ساعة، وبتطلعيهم تضربيهم في الكبة أو الخلاط بيبقوا بالشكل دوت. ما حطيناش أي حاجة، احنا مجرد ان احنا ضربناهم وصفيناهم بقوا جاهزين معانا. شايفين لون الطماطم عامل ازاي؟ وطبعا التوم بيديلها طعم تحفة وبيظبط طعم صلصة البيتزا. معانا معلقة من الزعتر، معلقة من الفلفل، معلقة من السكر، نص معلقة من الملح، وهننزل بيهم على الصلصة. وهنبتدي نقلب الصلصة كويس ونطمن ان كل المكونات والبهارات دخلت جوه الصلصة. دلوقتي الصلصة بقت جاهزة معانا زي ما انتوا شايفين قوامها. شايفين لون الطماطم بقى عامل ازاي؟ دلوقتي بقى هنشوف العجينة. العجينة خمرت معانا ووصلت للمرحلة دي بعد ساعة من التخمير. هتلاحظوا ان هي علت بالطريقة دي. هنبتدي ننزل بيها على الرخامة بتاعتنا، بس نحط دقيق تحتيها عشان ما تلزقش. هنقطع العجينة على 6 قطع عشان الكيلو بيطلع 6 من البيتزا. قطعنا العجينة على 6 قطع. هنبتدي ناخد قطعة قطعة وهنسيبها على الرخامة لما تريح خالص، بحيث أثناء فردنا ليها ما تتعبناش وتتفرد بسهولة. أنا دلوقتي بحاول إن أنا ألم كل قطعة لوحدها بحيث تختمر وتفرد. وطبعا هنسيبها برضو 10 دقايق تتخمر شوية عشان ما تتعبناش أثناء الفرد في الصواني. هنا جهزتهم، وهجيب فوطة وهغطي العجينة دي
خلاص ال6 قطع جاهزين. احنا خمرنا كده العجينة شوية، اخدت 10 دقايق. هنبتدي نجيب الصواني اللي عندنا ونفرد، ناخد اول قطعة من البيتزا نبتدي نفردها زي ما انتوا شايفين. هننزل بمعلقتين من الصلصة اللي احنا لسه عاملينها، صلصة البيتزا، وهنبتدي نفردها بمعلقة زي ما انتوا شايفين كده دواير. بجد يا بنات هتاكلوا احلى بيتزا، نفس البيتزا بالظبط اللي بتاكلوها في المطاعم ويمكن كمان احلى. زي ما انتوا شايفين احنا فردنا الصلصة على العجينة بتاعت البيتزا. هننزل بجبنة موتزاريلا فوق الصلصة مباشرة على طول قبل ما نحط الخضار. انا هنا بوزع الموتزاريلا على البيتزا. طبعا النوع اللي انت بتحبي تستخدميه في الموتزاريلا استخدميه، النوع اللي انت بتفضليه وبتحبيه. هننزل بالفلفل الاصفر، بنوزع الفلفل على الصينية. هنجيب الفلفل الاخضر وهنبتدي نوزعه فوق الجبنة الموتزاريلا. طبعا الكمية اللي تحبي تحطيها في البيتزا دي طبعا اختيارك انتي. لو ما بتحبيش الفلفل كتير هتقلليه، لو بتحبي الفلفل يكون زيادة في البيتزا طبعا دي بيتزا خضار فتقدري تزودي براحتك زي ما انتوا شايفين. وهننزل دلوقتي بالفلفل الاحمر وبالمشروم. طبعا كل الخضار اللي انتي مقطعاه بتبتدي توزعيه على البيتزا بتاعتك. وادي شكل البيتزا بعد لما توزع عليها الخضار، شكلها بجد تحفة. اخر حاجة بقى بنحط الزيتون اللي عندنا، سواء زيتون اخضر زيتون اسود، المتاح عندك استخدميه واللي انتي بتفضليه برضو. هنا البيتزا خلاص بقت جاهزة عشان تدخل فرن. البيتزا بتدخل فرن على درجة حرارة عالية مش اقل من 200، وبتقعد حوالي تلت ساعة، وبتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. البيتزا استوت بجد، بيتزا ولا اروع، هتعجبكم جدا. العجينة نفسها حلوة قوي. وهنا هنبتدي نقطع البيتزا عشان نشوف العجينة نفسها عاملة ازاي. وده شكل البيتزا بعد التقطيع. شايفين قد ايه جميلة، خطيرة يا بنات، قد ايه العجينة ناعمة وهشة قوي. اخدنا قطعة من البيتزا عشان نشوفها. عايزاكم تشوفوا الظهر بتاع البيتزا، شايفين لونه عامل ازاي، لونه اصفر وهادي. شكل البيتزا تحفة وطعمها كمان خطير. وبألف هنا على قلبكم، وأتمنى طبعا تجربوا الطريقة. اللي عجب الفيديو اشتراك ولايك، وما تنسوناش بالدعاء. وشكرا على المتابعة. باي باي.